رسالة إلى الكابتن حسام حسن بعد ما شفنا أداء المنتخبات في الجولة الأولى، الحق منتخبك في خطر. ودي هتبعتها له ازاي دي؟ هي وصلت إن شاء الله. بص، على قبل ما نتكلم على مستوى المنتخبات في الجولة الأولى والعظمة اللي احنا شفناها دي، أنا ملاحظ كام نقطة كده في البطولة دي بالذات مختلفة عن أي بطولة فاتت قبل كده. زي إيه؟ يعني أنا مثلا ملاحظ إن كل المنتخبات جاية مركزة جدا، جاية بكل النجوم بتوعها، مفيش حد اعتذر. مش زي زمان، يعني كان زمان في لعيبة بتخاف بالظبط تيجي المنتخب قلقانة على رجلها، مش عايزة تتصاب، عايزة ترجع لفرقها تكمل بطولاتها التانية. بالظبط أنا المرة كده. دي حاسس اللي هو كله جاي اللي هو مش فارقة اللي هيحصل بعد البطولة. وكان في لعيبة بعينها كده بتعتذر عن منتخباتها علشان الدوري اللي هم فيه. بالظبط. فلا المرة دي لا، الدنيا مختلفة خالص، كل النجوم بتاعت كل الفرق جايين، كل الفرق مركزة قوي، في وبدليل جزة في في يعني جزة تحس ان في هم كله جاهز جايين كده وعنده نسخة قلب على صعبة. منتخبه. بالظبط. فربنا يكون في عون كابتن حسام حسن بصراحة. إن شاء الله ربنا يكون في وبعدين عونه. الدليل بس كمان على كده ان احنا كمان ايه، يعني انت مفيش ولا ماتش خلص 0-0. دي حقيقة. دي حقيقة. فبصراحة النسخة دي مرعبة من وجهة انت نظري. عارف اللي مضايقني اكتر في النسخة ومخليني مستصعبها ايه؟ يعني دايما كنت تسمع ان الفرق الصف التاني والتالت في افريقيا المفروض انها بتبقى فرق متواضعة، في عادي ماتشات بتنزل بتاخد سكور وتمشي وخلصنا. تتغلب. مظبوط لا، صح. الفرق السنة دي نازلة اللي هو مش دي امكانياتي، عادي هرص وهلعب على امكانياتي وممكن اكسب. مظبوط. ايوه صح صح. في فرق جالها ماتشات اتطرد منها لعيبة عرفت تطلع من الماتشات وقد تكون كانت هتكسب، وبالعافية. قد تكون كانت هتكسب الماتش اصلا. مظبوط. ما انا بقول لك، انا السنة دي في حاجة مختلفة. بص، هو احنا عامة هنتكلم النهارده من اول المجموعة الثالثة، عشان المجموعة الاولى والثانية احنا اتكلمنا عليهم في الحلقة اللي فاتت، بس سريعا كده انت شايف مثلا في المجموعة الاولى مين ممكن الاثنين اللي يصعدوا؟ بص، المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر، انا شايف المغرب ومالي. اوكي تمام، انا شايف مغرب وجزر القمر، يعني ما علينا مش بعيد عن بعض. تمام. الثانية؟ المجموعة الثانية مصر، جنوب افريقيا، انجولا، زيمبابوي. انا شايف ان مصر وجنوب افريقيا. مصر وجنوب افريقيا، حاسس ممكن يتاخد الثالث، ممكن انجولا تصعد ثالث. ممكن. اوكي ماشي، انجولا خلينا جامدة بقى في جدا اللي السنة احنا دي. ايه، الماتشات اللي احنا لسه ما اتكلمناش عليها من اول المجموعة المجموعة الثالثة. فيها تونس، نيجيريا، تنزانيا، اوغندا. اول ماتش اتلعب بالترتيب كده كان عندنا نيجيريا وتنزانيا. يعني نيجيريا كده كده ده كان المتوقع منها، بس انت مش حاسس برضو اللي هم يعني نزلوا حرقوا جاز جامد قوي في اول ماتش؟ بص، هو انا دايما بشوف ان يعني الفرق في اول ماتش، حتى الفرق الكبيره بتبقى لسه يعني بتقول يا هادي، يعني لسه اللي هتبقى يعني اللي جايه. هم كده كانوا هادين. انا ده لسه يعني في الماتشات اللي جايه هيبقى فيه افضل واكيد. طب تعالوا على الماتش التاني، تونس واوغندا. اولا انا عايز احيي منتخب تونس، ده حقيقه. احسن منتخب بيلعب كرات ثابته في البطوله باي فار لحد دلوقتي. مظبوط. واخد تقريبا نفس نهج ارسنال وبيطبقه. فعلا كل كورهم كانت خطيره. اي كره ثابته لتونس اعرف اللي فيه احتماليه تتعدى 80% اللي هتخش جون. وهم بدأوها بدري قوي على فكره، يعني في الدقيقه 10 حنا بقى يعني لاعب الياس السخيري كورنر على دماغه بالظبط. هو دخل بقى، يعني هو في شويه لك اللي هو دخل لانها خبطت ورجعت ردت في الحارس، بس هو اول 10 الكورنر دقايق ذات نفسه يتدرس. برضو العرضيات بتاعتهم خطيره جدا. الجون الثاني الدقيقه 40 متعرضه على الطاير. لا الفرقه بصراحه انا عملت. بالنسبه لي النقطه دي لوحدها هتخليهم يوصلوا لبعيد في البطوله. هم بصراحه فاجئوني. انا لسه كنت بقول لك هم يعني، انا تونس فرقه طبعا من الفرق الكبيره في افريقيا، بس يعني النهارده هي متعتنا بالاداء بتاعها.
بالظبط. بجد. وانا بقول لك اللي هم ده الحصان الاسود بتاع البطوله، وممكن يفاجئنا وتلاقيه مره واحده وانا راح برضو للاخر واحنا مش عارفين ازاي. وانا برضو يعني من الحاجات برضو اللي عجبتني النهارده وفاجئتني مستوى فرجاني ساسي، كان النهارده جامد اوكي. جدا. اوكي. ما هو برضو منتخب غير لما تلعب مع فرقه. بس هو لعيب تقيل، لعيب تقيل مهم جدا المنتخب النهارده كله كان حلو يعني، نو بصراحه. كومنت، هم كلهم كانوا دي حقيقه، اداء 10 على 10. دي حقيقه. وبرضو اوغندا ما كانتش يعني برضو من الفرق برضو اللي بتلعب في حدود امكانياتها، الموضوع كان رايح وبالظبط للوان سايد جيم. بشكل كبير. وده اللي بالظبط. هيبان بقى في الماتشات الجايه، يعني ممكن تونس كانت متفوقه يعني بص النهارده. بص خلينا كده طالما احنا كده يعتبر ايه بنختم المجموعه. مم. انت دلوقتي المجموعه دي كان عندك فيها مين؟ تونس وتنزانيا ونيجيريا واوغندا. طب يعني تونس انا بالنسبه لي الماتش اللي هتقابله صعب لما هتلعب نيجيريا. نيجيريا ده الماتش الوحيد اللي هيبقى هيبقى صعب. ماتش حلو قوي على فكره. وساعتها بقى اقول لك بقى على حاجه، يعني انا متوقع لو تونس عرفت تقفل دفاعيا وتلعب على كرات ثابته قدام نيجيريا، ممكن تكسب نيجيريا. ممكن تونس كمان تعدي الاول. ممكن. ماشي. لكن الماتش التاني اللي هيبقى مع تنزانيا انا متاكد ان تونس هتعرف تتعامل معاه. بص، مع المستوى اللي احنا شفناه النهارده هتعرف تتعامل معاه. هتتعامل معاهم. دي حقيقه. يعني هو الماتش اللي يعتبر بس كريتيكال في المجموعه كلها ماتش تونس نيجيريا ونيجيريا. بالظبط. ماشي وهم خلاص. غالبا هم الفرقتين اللي يعني هم دول اللي هما هيصعدوا. غالبا دول الاوائل كده كده ايا هم كان دول بقى اللي هم ايه، يعني اول من تاني. بالظبط. ماشي خلاص. تعالى نروح على المجموعه الرابعه. اول ماتش في المجموعه الرابعه السنغال وبتسوانا. شفت ازاي الماتش ده؟ بص يا باشا، هو باختصار بتسوانا نزلت الملعب، قلعت الحاجات، قالت للسنغال اتفضل اعمل اللي انت يا عايزاه. عم علاء، مش لدرجه قلعت الحاجات برضو، ده قلعت ماتش كوره يا الحاجات، عم. قلعت الحاجات. طب والسنغال عملت فيهم اللي هي عايزاه. هو بصراحه السنغال عملت. بالظبط. بص يا سيدي باختصار كده عشان ننجز الماتش ده، عشان هو مش مستاهل تكتيك. بتسوانا دي فرقه ضايعه، ومعظم الفرق اللي في المجموعه مع السنغال ضايعه، والسنغال كده كده اول. بص انا هقول لك على حاجة. بص انا معاك ان السنغال فرق عنهم قوي، بس هم برضو يعني احنا لسه ما شفناش. يعني انا مثلا شفت يعني هنتكلم على كونغو وبنين بعد كده. احنا في دور ايه؟ احنا في دور مجموعات صح؟ مظبوط. ماشي. انا دلوقتي عندي السنغال دي نازله على اللو باور مود، وبتعمل اللي هي عايزاه في الفرق. هو بصراحه الفرقه جامده قوي، وملاحظ السنه دي في لعيبه كتير. مثلا دايما يا كان. بيدا نيكولاس جاكسون هو اللي جايب جونين. لا بس ده نجم. نجم مين؟ لا انت ما نجم. تعرفوش بس. النهارده كان نجم والله، النهارده كان نجم. انا عجبني قوي النهارده بصراحه. نجم ايه ده؟ بيعاملوه بره على انه مجنون. ده في حاجه في دماغه. يا عم الراجل ده جايب كان بيشوف جونين. الاجوان في البريمير ليج بيطوحها فوق ده كاسر ساعات كل ستانفورد بريدج بتاعت ده تشيلسي. هداف البطوله يا جماعه، اهو ما النهارده هداف البطوله اهو، هو محرز. ماشي. الراجل جايب جونين الصبر ويعني الصبر بس لما يتحط في ومحطه ولا محطه ده. الراجل مش محطه. خلاص يا عم. ده مش بني ادم. ده مش لعيب كوره، لا انا يصان. بصراحه ده لا. ده جمهوريه تشيلسي لما كان موجود هناك قبل ما يروح البايرن يطلع الاعاره، كانوا طلعوا عليه ميمز كده في فتره اللي هو منتحل صفه لاعب كوره. انا النهارده شفته قدامي لعيب جامد. الظاهره. بصراحه جاي يقلب الظاهره دلوقتي. عشان نبقى عدل يعني. لا لا بص ريح سيبك من نيكولاس جاكسون ده يعني ده اقل واحد هناك. بتسوانا هتودع بدري. لا هي المجموعه كلها مودعه يعني، هي كده كده السنغال اول، وشوفوا انتوا مين هيطلع منكم تاني. السنغال نسخه مرعبه بصراحه، وهتوصل في حتت بعيده. فانا اسف الماتش ده ما فيهوش اي شرح تكتيك، ما فيهوش اي نوع من انواع الكوره. هي السنغال خلصت اللي هي عايزاه. هي نزلت الماتش خدت الثلاثه بونت وادت لهم ثلاثه بالراحه. وقالت لهم اتكلوا على ده الله. بالراحه. بص بقى يا معلم، الماتش اللي جاي الكونغو وبنين. اوكي. انا شايف ان الكونغو الحصان الاسود للبطوله. حسام ايه؟ ده حمار. يا راجل الفرقه منظمه جدا ولاعبين كوره. هما بيلعبوا قدام مين؟ ماشي بيلعبوا قدام بنين دي بنين. لسه فاتحه اول امبارح ومجمعين الفرقه من 3 ايام. بس لا، الكونغو منظمه، في نظام يعني الفرقه، في سيستم في اللعب. مفيش سيستم ولا نيله. انت بيتهيألك، بس انت بيتهيألك. بص عايز تعرف مستوى بنين الحقيقي دي ايه، سوري كونغو، عايز تعرف مستوى الحقيقي اتفرج عليها قدام السنغال. ما هو اي فرقه قدام السنغال يا طب علاء ما هو انت هتعمل كده. هتقابل مين؟ ما هو انت هتقابل مين بعد كده؟ ماشي انا ما معاك. انت المجموعه سهله يا سيدي. هفترض معاك جدلا جدلا ان هم طلعوا تاني ورا السنغال وطلعوا عدوا للدور اللي بعد كده. اول فرقه هيقابلوها هيخرجوا. هتبقى الحصان الاسود. هيخرجوا. قلت لك صدقني. دول الحمار الاسود دول مش حصان. على فكره ممكن توقف فرق كتير يعني بنظامها ده. لو ممكن تعقر مع فرق كتير عشان تبقى ولا عارف. هتعقر مع اي حد. هو كل اللي حصل باختصار
اللي هم ربنا كرمهم، هجمه ضاله، وعشان هي ما اتقالش عليها غير هجمه ضاله في اول الماتش، كوره اترفعت، الواد استلم الكوره لقى نفسه بين اتنين قلوب دفاع، كل واحد بيبص الناحيه التانيه، دخل شوط جاب الجون، رجعوا ورا، خلصنا الماتش خلص. مش عارف، انا ليا وجهة نظر تانية. انا شايف ان الفرقة دي ممكن تفاجئ الكل وتبقى الحصان الاسود انا للبطولة. شايف ان الفرقه دي ولا هتعمل اي حاجه، ولو كتب لها اللي هتعدي للدور الجاي مع اول فرقه محترمه هتقابلها، هتاخد سكور وهتطلع بفضيحه. تراهن. اللي انت عايزه. ماشي. خش على اللي بعده. المجموعة الخامسة بقى كانت بوركينا فاسو، اول ماتش بوركينا فاسو وغينيا. ايه رأيك في الفرقتين؟ الاتنين احترموا امكانياته، كل فرقه احترمت امكانياته. اول الماتش الفرقتين كانوا حلوين، بينقلوا الكوره هجمات سريعه من هنا ومن هنا جميل. لغايه ما حصل الطرد. مظبوط. بعد الطرد، انا في قاعده كده، بعد ما يبقى في طرد التحليل مش موجود، انسى بقى الاداء التكتيكي والكلام ده، حصل. خلاص حصل حصل. طرد في الماتش. حصل. تمام. رجعوا غينيا لورا، غينيا رجعت شوية. غينيا رجعت لورا، مظبوط مظبوط. وقفوا ورا وابتدوا يعتمدوا على ايه، يا اما هنطلع بمرتده سريعه، يا اما ربنا يكرمنا ايه بضربه ثابته. وقد كان، جابوا الضربه الثابته، كان تقريبا في الدقيقه 85 ركنيه، 85. جابوا منها جون، الجون كان جميل وحلو قوي، رجعوا وقفوا ورا. انا المفروض بالنسبه لي فرقه في اللحظه دي ماتش خلص. هتداوم بقى، بالظبط، وخلاص بقى هم الماتش بيلعبوا خلص. ب10 واحنا كاملين نقف وهم ورا اللي جابوا بقى الجون ونحافظ على الجون. وقافلين علينا كل ده، مش عارفين نجيب الجون. بالظبط. دول بقى يعني دخلوا في مود عماد متعب، البلس 90. بس هم برضو انا عاوز اقول لك، انا شفت هم ضاغطين طول بوركينا فاسو الماتش. فرقه ضغط حلو قوي، وفيهم كام لعيب مهاري، وهم يعني كان في سرعه يعني في سرعه في لعبهم. انا كنت حاسس ان هم هيجيبوا جول، ما اعرفش، انا كنت عندي ماشي، احساس ما انا برضو كان ان عندي الفرقه الاحساس دي ده، بس لما مش هتمشي كده. طولت لل90، انا بقول لك، انا لو لعيب دلوقتي واقف في الملعب مع الفرقه دي، خلاص. طبيعي هبتدي ادون غصب خلاص. عني. لا بس هم بصراحه انا شايف ان النتيجه عادله جدا. هي كده كده النتيجه عادله، هم كانوا بيلعبوا احسن، بس بقول لك انا بشوف بس العقليه بتاعتهم، مع حط في الاعتبار اللي هم كانوا جايبين جون واتلغى اوف سايد قبل الجون صح. بتاع غينيا. ايوه صح صح، فده ماشي، اصلا يهدهم زياده. فده يدوم اساسا زياده، مظبوط. لكن لا هم ما فيش. وعلى فكره كمان يعني ده اكبر دليل ان بص المنتاليتي بتاعتهم وهم فرقه. في جزازان يا بيه، ده اللي بيأكد الكلام اللي احنا كنا بنقوله في الاول، اللي ان حتى لو الفرق المنتخب ده كلها قليل هو داخل جازز مركز. وهيكسب وعايز بالظبط يكسب. بالظبط فده هيبقى مصعب البطوله قوي. فانا بالنسبه لي المنتخبين كانوا كويسين، انا كنت اتمنى ما يطردش من بوركينا سوري من عشان غينيا نشوف حتى ماتش عشان حلو. نشوف ماتش كويس. بالظبط. بس هما كاداء الاثنين، لا المنتخبين حلوين قوي انا وبيلعبوا شايف على امكانياتهم، واقعيين انا جدا. شايف كده، وكمان شايف ان بوركينا فاسو كمان اعلى نسبيا. يعني ما نقدرش نحكمها برضو زي ما بقول لك، عشان الطرد غير الماتش، ما نقدرش نحكمها، نشوف هيبان يعني في الماتش الجاي هنعرف. هيبان الماتشات الجايه. تمام، تعالى بقى نخش على عريس الليله. الماتش التاني ده بقى كان احلى ماتش بلا منازع في الجوله الاولى، ماتش يخلي اي حد بيحب الكوره قاعد مبسوط كده وابتسامته جايه من الودن دي للودن دي، الجزائر والسودان. انت ايه رايك في الماتش ده؟ بص انا الجزائر والسودان ماتش جامد قوي، فرقتين كانوا عاليين جدا لحد ما حصل الطرد بتاع السودان. يعني انا كان نفسي بقى، الطرد بقى ده اللي كان نفسي ما يحصلش، الطرد بتاع السودان ده. بس هو كان لازم يحصل، الكرة كانت جامدة واوفر، يعني هو برضو اتدخل تدخل غشيم قوي وما كانش ليها لازمه، ولو الماتش كان كمل يعني كان فضل العدد كامل كنا هنشوف كمان ماتش اروع من كده. دي حقيقة. الجزائر فرقه ممتعه مش ممكن. يعني انا عاوز اقول حاجه، يعني رغم ان محرز مان اوف ذا ماتش وجاب جونين، بس في لعيب اسمه عموري مش طبيعي. ده لعيب المفضل في البطولة من دلوقتي، ده لعيب مش طبيعي، عمل كل حاجه في الكوره. اسيست، انا ما شفتش حد بيعرف يعمله غير لوكا مودريتش. اللي هو وش رجل، الكرة نازلة قدام محرز بالسنتي. هو لعيب عالي قوي، وبعدين الواد لسه صغير، ده لسه 25 سنة بيلعب في فولفسبرج في ألمانيا. ده يعني ده مستقبل جاي ولا احلى. دي حقيقة. وبعدين لما طلع نزل واحد تاني انا شايفه ساحر، عادل بولبينا ده مش ده اللي كان المفروض يروح الزمالك؟ بس هو الزمالك رفضه تقريبا. يبقى ربنا يكرمه هينجح زي صلاح.
بالظبط. ماشي. الواد ده حته لعيب، عمل كل حاجه في الكوره. يعني بص، في من ريحه اللعيبه بتاعت زمان كده، كابتن حماد عبد اللطيف، والمهاره اللي انت قاعد متمتع بالولد، فظيع. حصل يعني يعني طلع عموري، احنا قلنا عموري يعني جامد جدا، نزل اللي انقح منه، وبرده الواد ده صغير في السن. من احلى برضو اللقطات في الماتش، سيبك من الماتش ذات نفسه اللي كان بيحصل فيه، كاميرا كده حودت جابت المدرجات، لقيت زين الدين زيدان قاعد لا اراديا كده، ابتسمتك جابت الودن دي للودن دي. حصل. السودان منتخب جامد، وانا متاكد ان هو هيكمل انا حلو اتمنى بعد كده. اتمنى ان هو يكمل، لانه فعلا يستحق هو يكمل. يا ريت يكمل عشان هم لعبوا حلو قوي قوي. قوي قوي قبل الطرد، وبعدين بيلعبوا قدام فريق جامد وطلعوا بالمستوى ده. انا شايف ان هم يستحقوا بصراحه. وانا اتمنى ان المجموعه دي تخلص ان الجزائر والسودان اول وتاني، وده على فكره ده بشكل يعني كبير. يا ريت ده اللي يحصل فعلا. ده هيبقى بشكل كبير. ماشي، بس يعني مش عارف، بس السودان حاسسها هتخيش، هتخيش. هي بتلعب حلو. بص انا يعني انت على مستوى البطولات الافريقيه اللي فاتت اللي كانت بتخش فيها السودان، انا ما افتكرش ان السودان وصلت لادوار يعني مؤثره. بس انا حاسسهم المره دي يستحقوا، المره دي مختلفين. يمكن يطلعوا، المره دي يمكن. مختلفين اعتقد كده. ماشي، ونتمنى كده بصراحه. اتمنى كده برضه. مم. يلا نخش على المجموعه السادسه. المجموعه الست. المجموعه السادسه بعنوان نجوم اليونايتد يتألقون في افريقيا. عندك اول ماتش كان كوتيفوار وموزمبيق. مم. انا الماتش ده بصنفه اللي هو اسوأ ماتش اتلعب في الجوله الاولى. بص هو من الماتشات، يعني هو من الماتشات السيئه، هو وماتش بنين بس بنين والكونغو الديمقراطيه المنتخبات انت عارف اوريدي ان مستواهم قليل، بص انا مش طالب منهم حاجه. انا استغربت في اداء كوت ديفوار في حاجه. هم ضيعوا فرص بالهبل، ضيعوا فرص كتير قوي. بص خلينا نقول يعني كده ان كوتيفوار اقل فرقه في الفرق اللي هي توب تير في افريقيا ادت. بص انا هقول لك على حاجه، الفرقه اللي قدامها ضعيفه قوي، يعني موزمبيق ما جاتش. يعني تمام. المفروض بقى اللي يحصل، ما هو برضو، ما هو في فرق ممكن يعني رتمها ينزل بناء على الفرقه اللي قدامها، تهديها شويه. بص انا ممكن اقتنع باللي انت بتقوله ده عشان هم ابتدوا البطوله اللي فاتت كده بالظبط. وخدوها. بالظبط. وهم على فكره ضيعوا فرص كتير جدا، لدرجه يعني انا استغربت ان الشوط الاولاني خلص 0-0 وضيع فيه كميه فرص مش طبيعيه. حتى بعد ما جابوا الجون الاول في اول الشوط الثاني برضه ضيعوا بعديه فرص كتير جدا. فتحس ان اللعيبه انا حاسس لسه ان مش الفرقه دي فاهم اللي مركزه هي، في يعني انت عايز تقول من حاجه. الاخر اللي هم بيتكيفوا على اللي قدامهم. انا يعني انت دي مش مستواك ايه، انا هلعبك على القد. بالظبط كده، لان يعني موزمبيق ما فيش. ماشي انا اوكي. شايفها من اضعف الفرق بصراحه. اوكي ماشي، تعالى نروح على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعد كده كان الكاميرون والجابون. انت ايه رايك في الكاميرون السنه دي؟ بص هي الكاميرون نزلت ادتني امبريشن في اول الماتش، وقعدت مكمله بيه الشوط الاول، غير الشوط التاني خالص. الشوط الاول نزلوا ضغط 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 ضغط، ضرب عجن. الماتش ده كان فيه يعني التحامات جامده، التحامات غبيه. الالتحام يعني انا قلت لواحد صاحبي واحنا قاعدين بنتفرج اكاد اقسم لو واحد من منتخب مصر دخل في الالتحام ده هينهي مسيرته، مش هيقوم تاني. وانا عشان كده كنت شايل هم كابتن امين عمر، قلت يعني ربنا لا يستر بس هو لا لا هو اتعامل مع الماتش كويس قوي وحط الماتش في نساقه الصح. ده حقيقه، ده مظبوط. ماشي. اهم اتنين لعيبه موجودين في الكاميرون براين مبويمو و ايتا يونج. ايتا يونج ده برشلونه كانت عايزاه على فكره، او ما زالت عايزاه، ممكن يروح برشلونه. انا الاثنين دول جامدين، وانا عجبني برضو الكابتن الكاميرون هو تولو اللي هو رقم 5. ماشي اوكي ده كان برضو تمام، بس برضه لم يختبروا دفاعيا للدرجه، لان الماتش كان معظمه محصور في نص الملعب وفي الالتحامات. بس هم اقوياء قوي، يعني اقوياء، يعني هم كان في بدنيا في أقوياء. غباوه، في اوفر باور. ما انا مش عارف بقى الغباوه دي تنفعهم قدام فرق كبيره جامده ولا هتيجي بص ضدهم. اصل خد بالك الكاميرون ده، ممكن تقلب بالعكس. يعني الكاميرون ما كانتش بتبقى، يعني كان دايما القوه دي كانت دايما تبقى منتخب مثلا نيجيريا، كوت ديفوار في سنين. السنه دي يعني الكاميرون كانت دايما ممكن نبقى فيها لعيبه حريفه اكتر. ستيل هنرجع لحته المنتخبات كلها نازله ده حقيقي. جزه ايوه وجزه بافوره، مظبوط. وكلهم عايزين البطوله، عينهم على البطوله، واللي مش هياخد البطوله عايز يوصل لابعد سكه ممكنه في البطوله. مظبوط. بس لكن هم جابوا جون بالنسبه، بدري، هم فعلا نازلين ضاغطين قوي، جابوا جون بدري في الدقيقه 5 يعني. ما هم بقى ريحوا. يعني انا اه حسيت ان بعد ما الشوط الاولاني خلص الشوط الثاني دخل، قال لك احنا مش كسبانين، نرجع ورا شويه، ناخد بس خطوتين، مش هنرجع كتير، ن- نقف
شوف بقى ايه هم هيعملوا ايه ونلعب على المرتدات. نفس فكره وجالهم كوت فرص. ديفوار، نفس فكره كوت ديفوار على فكره. برضه هي هم نفس الفكره. هو عامه واضح اللي هي نظريه اللي هو نلعب على اللو باتري مود انا شايف بحيث ان احنا نوفر نفسنا للايه للي جاي. انا شايف ان اللي جاي هيبقى احسن انا من كده بالنسبه لي بكتير. الجابون يمكن لان انا ستيل برضه هرجع اقول لك انا ما شفتش من الجابون حاجه توحي اللي هو منتخب خطر، لا خالص، بس هو بدني. هم اقوياء هو بدنيا بدني هو بالظبط، بدني وده ممكن يساعدهم في ماتشات كتير لو كمان لو حصل وصعدوا يعني. بص يعني انا اعتقد لما هيلعبوا موزمبيق هيكسبوها. هيكسبوا موزمبيق ايزي. حتتها بقى مع كوتيفوار دي اللي هيحدد التاني، لان انا بالنسبه لي الكاميرون كده كده شكرا واخد المجموعه ورايح. مش مش ما كوتيفوار. تقدرش تحدد. انا مش حاسس كوتيفوار. كاميرون وكوت ديفوار ما تقدرش تحدد مين اعلى من مين، يعني الكاميرون كوت ديفوار الجابون او يعني ما ممكن تبقى من تقدرش المجاميع اللي يتاخد منها ما تالت. تقدرش من المستوى النهارده تقول ان دول اعلى، يعني دول انا بقول بيزد اكيد. على اللي انا شفته النهارده الدنيا ماشيه ازاي. فانا يعني حاسس اللي هو حتى لو حد فيهم ايا كان مين فيهم التاني والتالت اللي المجموعه دي هيطلع منها احسن توالت. بالظبط، انا كنت يعني لسه المجموعه دي أقول لك. هيخرج منها احسن توالت. بالظبط. ماشي تعال نخش على الفقره الاخيره والتوقعات. ماتشات الجمعه. اول ماتش زامبيا وجزر القمر. توقعك؟ انا توقعي زامبيا وجزر القمر بيتهيألي ممكن تبقى تعادل 0-0. زامبيا دي فرقه عيانه، جزر القمر 1-0. مغرب ماشي، ومالي انا المغرب قولا واحدا كام؟ 2-0. مغرب 3-0. انجولا وزيمبابوي. انجولا وزيمبابوي ممكن انجولا وزيمبابوي الماتش ده ممكن انت بتفكر في ايه؟ زيمبابوي دي ما عملتش ماتش غير علينا احنا. بس على فكرة كده كده فرقة، انجولا هتكسبها. هي انجولا ممكن لو كسبت هتكسب 1. انجولا هتكسب 3-0. ماتش مصر وجنوب افريقيا. مصر وجنوب افريقيا 2-0 لمصر. 3-1 جنوب افريقيا. 3-1 جنوب افريقيا وهنطلع بفضيحه والشناوي هيخرج على نقال. برهان باللي انت عايزه. لا باللي مصر انت هتكسب عايزه انت 2-0. ورجب. باللي انت عايزه انت واحمد رجب. انت برهان شفتهم ماشي، بس مصر شفتهم. انا مصر بتعرف تتعامل مع جنوب افريقيا طول عمرها، طيب وهي بتبقى في احسن حالاتها. واخد احنا هناخد بالك علقه. مصر هتكسب احنا هناخد علقه يوم ماشي الجمعه. هنشوف. انا بقول تعالى انت كمان 2-0. مع رجب ان شاء الله انا يوم بقول الجمعة. 2-0 هنشوف. ماشي نشوف ان شاء الله الجمعه.